ولايات امريكا موجود متحف. المتحف ده موجود ليه يعني موجود في اكتر من دولة، ولكن تحديدا هنتكلم النهاردة عن اللي موجود في احدى ولايات امريكا. المتحف ده موجود فيه حاجات غريبة جدا، ولكن في حاجة واحدة بس. الزوار كلهم اللي بيروحوا المتحف بيروحوا اول حاجة على المنطقة دي علشان يشوفوا الشيء الغريب اللي موجود. المتحف ده موجود فيه جمجمة بني ادم، والجمجمة دي هي جمجمة إحدى القتلة المتسلسلين واللي كان من الجنسية الألمانية، والقاتل ده هو بيتر كورتن. بيتر لقب بلقبين، أولهم إن هو مصاص دماء، وتاني لقب وهو ملك المنحرفين جنسيا. بيتر مش كان بس بيقتل، ده كان بياكل من لحم ضحاياه وكمان بيشرب من دمهم. لما تم القبض على بيتر اعترف ان هو قتل اكتر من 68 ضحية، وكمان اعترف ان هو كان بيحب ياكل من لحم ضحاياه وكمان يشرب من دمهم، لدرجة ان في مرة فضل يشرب من دم احدى الضحايا لدرجة انه تقيأ من كتر الدم اللي شربه، وتم الحكم عليه بالاعدام. ولما تم تنفيذ حكم الاعدام فيه قطعوا راسه وفصلوها عن جسمه علشان يعملوا عليها دراسات، علشان يشوفوا الشخص الغريب ده كان بيفكر ازاي، او ايه اللي وصله ان هو يحب شرب الدم مثلا، او انه ياكل من لحم ضحاياه. والجمجمة دي خدوها بعد كده وحطوها في المتحف ده، وزوار كتيرة جدا بيروحوا علشان يتفرجوا عليها.